البنت بتفكر إذا اتجوزت رح ترتاح ورح تنام قد ما بدها، لأنه أمها مو عندها لحتى تفيقها تقوم تشتغل، وأبوها مو عندها ولا أخواتها لحتى ينكدوا عليها ويقوموها من النوم. بتفكر حالها إذا اتجوزت رح تشبع نوم. حبيبتي، إذا نومتك عند أهلك للظهر، فيقتك رح تكون الساعة 6 الصبح عند جوزك، لأنه هو اللي رح يصحيكي أو حسب دوامه، مشان تساوي له فنجان قهوة أو تحطي له فطور وتجهزي له أواعيه وتكوي له إياهم وتودعيه. بعدين بدك ترتبي البيت وتنظفيه، ما رح تيجي أمك وتنظف لك إياه. إذا كنتي معتمدة على أمك ببيت أهلك رح يصير البيت بيتك. وبعد ما تخلصي شغل البيت بدك تغسلي غسيل إذا في موجود غسيل، وبعدين تفكري شو بدك تطبخي لجوزك. وإذا ما بتعرفي تطبخي اسألي أمك، اتصلي عليها وهي بتعلمك. معه رح تتعلمي، لأنه كل يوم بدك تطبخي طبخة، وبدك تتعلمي كيف تسوي حلويات في حال إذا إجاكم ضيوف. وكل يوم التاني رح يجوكي أهله وقرايبينه وبدك تستقبلي وتودعي، ومجبورة تجامليهم لأنه هدول أهل جوزك. وإذا مفكرة الزواج طشات وروحات وجيات وسفر، لا تفكري هيك حبيبتي، ولا يضحك عليكي خطيبك يقلك بدنا نطش ونطلع ونسافر ونروح على تركيا ونروح ما بعرف وين. ما رح ياخدك غير على بيت أهله وعلى بيت أهلك. إذا أخدك على مطعم كتر خير الله، أصلا ما رح يفضالك، هو بالشغل وراح يجي من الشغل تعبان ويقلك أنا تعبان. ومجرد ما حبلتي وولدتي وجبتي أولاد راحت عليكي، لأنه لا عاد تتهني بطلعة ولا عاد تتهني بأكلة ولا بشربة قهوة. وبس يكبروا ويصيروا بالمدرسة بدك تدرسيهم وبدك تعلميهم، وإذا فضيتي تمشطي شعرك بكون منيح. ساعتها رح تتمني إنك ما تجوزتي، ورح تقولي يا ريتني ضليت ببيت أهلي، يا محلى عيشة أهلي. كان لا وراي ولا قدامي، لا مسؤولية ولا شي، نام إمتى ما بدي وأصحى إمتى ما بدي. هذا الواقع حبيبتي، واصحي من أفكارك وأحلامك الوردية. وهيك باختصار يعني عيشة جوزك بتختلف عن عيشة أهلك. لما كنتي بنت كنتي تطلبي كل شي من أهلك يجيبوا لك إياه، وإذا تجوزتي وخاصة إذا كان جوزك وضعه على قده ما رح يجيب لك كل شي بتتمنيه، رح تنحرمي من أشياء كتير بتحبيها. هذا وضعه، منين بده يجيب لك؟ بدك تقدري وضعه وتصبري. ويمكن يكون جوزك معه وقادر يعيشك عيشة منيحة، بس بدك تحطي ببالك أغلب اللي معاهم مصاري تلاقيهم نسونجية، أو يمكن يطلع بخيل، ويمكن الصفتين هدول يكونوا مجتمعين فيه. وبالنهاية يا إما رح تلاقي الشخص اللي يقدرك ويحترمك ويعيشك أميرة بقلبه، ويا إما رح تلاقي الشخص خليكي تندمي على الساعة اللي عرفتيه فيها. يعني المسألة لا